اليوم جبت لكم الطريقه اللي ممكن تحضري بها عجينه ديال الكنافه وغير في البيت وكتجي مقرمشه ولذيذه. هنا اول حاجه غنحتاجو في العجينه 2 كؤوس ديال دقيق الفورص مع كاس ديال النشا مايزينا. حاولوا انكم تغربلوا المكونات باش ما كيبقاوش لكم دوك الكتل ديال الدقيق. هنا من بعد غنضيف عليهم 2 كؤوس ديال الماء البنات عادي ديال روبيني. من بعد غادي نضيف هنايا 4 المعالق كبار عامرين ديال زيت نباتيه وغادي تخلطوا الخليط ديالكم. هادو هما المكونات اللي كتحتاجوا بالنسبه للعجين. هنا كنخلط مزيان غير بالطره باليد، وممكن انكم تطحنوا الخليط. من بعد هنا كنصفي الخليط باش كنتاكد ان دوك الكرويات ديال الدقيق ما كيبقاوش هي في الخليط. ملي غادي تجيو تخرجوا الخليط من القرعه ما غيبداش يوحل لكم. هنا كيف ما كتشوفوا وضعت الخليط في واحد القرعه صغيره وتقبتها واحد الثقب اللي كيكون رقيق. هنا من بعد غناخذ المقله كنوضعها تسخن، النار تكون متوسطه، وغادي تبداو طيبوا الورقه ديالكم الكنافه عفوا ديالكم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا لي موضحه في الفيديو. ساهله الطريقه، كتبداو ديروا خيوط بهذه الطريقه. من بعد كتسناو حتى كينشفوا كيبداو يتحيدوا بوحدهم. من بعد كدوزوهم لواحد المنديل وكتغطيوهم مزيان باش كيرجع معاهم داك السخونيه وكيعرقوا وما كيقصاحوش. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي هنا ضفت الكنافه اللي كتباع جاهزه. ضفت على ديك الكنافه الاولى اللي صوبت. من بعد هنا ضفت لهم تقريبا 3 المعالق كبار عامرين ديال السكر ثقيل، وضفت كاس ديال الزبده اللي طيبتها حتى ولات نوازيط. هنا من بعد كنخدم مزيان ديك العجينه. من بعد انا غناخذ مولات غندهنهم بشويه ديال هاد المول ديال لي كاب كيك غندهنوا بشويه ديال الزبده، ضروري انكم تدهنوه. من بعد غادي تبداو توضعوا فيه العجينه بهذه الطريقه. حاولوا انكم ما تكثروهاش بزاف باش ما تجيكمش معجنه في الداخل. ديروا القياس اللي يكفيكم. من بعد كطلعوها الجناب بهذه الطريقه، وغادي ندير الكريمه في الوسط. بالنسبه للكريمه البنات كتستعملوا اي كريمه. هاد الكريمه البنات اللي درت انا درت فيها 3 المعالق كبار عامرين ديال النشا مع نص لتر ديال الحليب مع 3 المعالق كبار عامرين ديال السكر مع معلقه كبيره ديال المزهر، وطيبتهم على نار وتسنيت على الكريمه حتى بردات. ومباشره بديت كنوضعها فوق العجين بهذه الطريقه. من بعد كندير شويه ديال العجينه ديال الكنافه من الفوق باش كتسدو. وكتدخلوها على النار اللي كتكون متوسطه مهيله عفوا، والفرن يكون سخون. ضروري انكم تكونوا سخنتوا الفرن وديروا النار اللي كتكون مهيله باش كيطيبوا على خاطرهم وكيتقرمشوا. كطيب الكنافه حتى من الداخل ما كتجيكمش معجنه. هنا سقيتهم ايضا بشويه ديال العسل بعد ما كيطيبوا. تقريبا البنات غياخذوا معاكم 40 دقيقه وغادي تكون طابت. من بعد كتسقيوها وهي سخونه بالعسل اللي دفيتو واحد شويه باش كيولي جاري. وهنا غنقدمها معكم. تسناو عليها البنات حتى تبرد، عاد حيدوها من المول باش ما تبداش تفرتت. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد كنقدمها معكم في كويرطات. كتجي واحد الكنافه اللي زوينه مقرمشه وطيبه وكتجي رائعه. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وغنقول لكم بالصحه والراحه.